الناس اللي عندها آلام في أسفل الظهر وبيحس إن المدام لما بيجي يمد إيده هنا بيحس العضلتين اللي ورا دول ضعاف، ماشي؟ فأنت عايز تقويهم عشان أنت بتقعد على المكتب كتير وموجوع وكلام من ده. تعالى هقولك إزاي تقويه بتمرين سهل قوي على السرير الصبح. 20 أو 30 عدة الصبح، 20 30 عدة بالليل، هتبقى أحسن بكتير. أول حاجة هتروح نايم على وشك هنا، خلاص كده أهو بالطريقة دي، بس راسك بس بره السرير، وبتحاول تطلع فوق وتنزل لتحت. وانت طالع لفوق بتشد عضلات المؤخرة، مش الظهر بس، بتشد المؤخرة وبتشد أسفل الظهر وبتطلع لفوق. وتكرر كده 20 عدة وتريح 3 مجموعات. طيب لو ده سهل بالنسبة لي، المستوى التاني بقى ان انت بتحاول تطلع لحد السرة، وحد بيساعدك. دكتور عزيز يا ريت تمسك رجليا، ماشي؟ بيروح ماسك رجليك مثبتها وانت طالع لحد مستوى السرة كده، وبتنزل لتحت وتطلع لفوق، وتعمل كده 10 عدات وتريح، وتروح نازل تاني 10 عدات وتريح. طيب لو انا بعمل التمرين ده وحسيت باي الم او تسميع في رجليا، وقف على طول، ماشي؟ انت بتجربها في الاول المستوى الاولاني، تمام ماشي، حاسس ان انا اقوى من كده، ممكن اطلع لبره واطلع زي ما الدكتور عزيز كان بيساعدني كده، وجرب المستوى التاني. كررها الصبح والليل زي ما قلت لك العدات كده، ان شاء الله تبقى احسن بكتير. بجد اللي بيحس ان ظهره ضعيف ومخوخ، حاسس ان انت كل ما تيجي توطي تجيب حاجة ظهرك يوجعك، شادد جامد، حتى اللي شادد ده شادد جامد، دايما مش مرتاح ظهرك، قاعد مش عارف تريح، استخدامك للتمرين ده بيحط ظهرك في حتة تانية خالص. بجد بيقويه جدا، بتحس ان انت كأنك حطيت كده واقي، او بتحس ان انت حطيت درع على ظهرك، ما بقاش سوري في الكلمة يعني، ما بقاش هفق كده ظهرك، لا ظهرك تحس ان هو لا فعلا ماسك نفسه جدا. لما بتعمل التمرين ده وتكرره استمر عليه يعني 10 ايام بس، 10 ايام فعلا بتحس ان ظهرك بقى في حته تانية خالص وقوي جدا، وتحس ان هو عارف مقاوم كده لكل الظروف بتاعت القعده الغلط والنوم الغلط والكلام من ده، ماشي؟